السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. بدون الدخول في تفاصيل، طبعا حالا موجود معاك مشكلة في الإنترنت ومشكلة في شبكات المحمول. طبعا دي مشكلة مش بتواجهك لوحدك، دي مشكلة بتواجه تقريبا 90% من الشعب المصري. أيوة زي ما بقولك كده. لو قريت حضرتك في أي بوست من شوية إن في حريق موجود في السنترال اللي في رمسيس. طبعا اللي انت متعرفوش ان السنترال ده بيربط ما بين يعني زي ما هنقول كده محاور دولية. ومصيبة إن إحنا وصلنا للنقطة دي. طبعا المشكلة يعني هتستمر شوية وقت حلوين، لأن المشكلة دلوقتي هم فصلوا أي مصدر كهرباء داخل السنترال عشان يقدروا يسيطروا على الحريق ويشوفوا الحريق ده جاي منين. علاوة على إن الحريق يعني أنا سمعت أو اللي أنا قريته ده موجود في الدور السابع. وسمعت برضو إنهم يعني بعد ما عملوا عملية إطفاء للحريق طبعا في جزء تاني من النار اشتغل ده على الأخبار اللحظية اللي أنا بقراها دلوقتي. طيب الأرضية أصلا بتاعة السنترال ده ممكن تكون في يعني على حسب الناس اللي قالت لي برضو في أرضية خشب. طبعا المبنى من 1900 تقريبا 27 تقريبا، فمبنى قديم مبنى تراثي زي حضرتك ما تقدر تسمي بقى. علاوة على ذلك إن لو في لوم مش هيبقى على الناس اللي هي مثلا في السنترال قد المديرين والناس اللي هي المفروض في مناصب كبيرة جدا. طيب ليه اللوم على الناس دي، وبالذات اللي هو ماسك منصب مثلا ليه صلاحيات كتير في السنترال؟ أقول لك ليه. طبعا إحنا كمهندسين كهرباء أو لو كارنت أو اللايت كارنت عموما بنتكلم على أساس إن إحنا يبقى عندنا نظام إنذار حريق وإطفاء حريق. طيب نظام الإنذار ده بيكون يعني زي مؤشر كده أو إنديكيتور كده. النظام ده المفروض أي دخان بيجي لك أو بتحس بيه، المفروض النظام ده بيحس بيه وبيقول لك إن في حريق عندك موجود في المكان الفلاني أو في دخان. يعني تقريبا النظام بيبقى حساس جدا، بيبقى زي نظام يعني نظام حساسات كده أو كواشف. لو شمت إن في أي دخان أو لو حست إن في أي دخان في أي غرفة من الغرف مثلا خلاص هي بتديك زي سرينة. أي حد هيفهم منها إن في حريق في المكان، فأكيد هيخلي المكان طبعا. غير السرير في ناس برضو ممكن تقول لك طب احنا منين هنعرف؟ لا، نظام الفاير الارم مثلا المفروض اصلا النظام ده على حسب ما انت يعني هتكلف عليه. يعني مثلا في نظام اسمه تقليدي وفي نظام اسمه معنون. احنا بنسميها كده ادريسابل كونفنشنال. طبعا النظام الادريسابل ده خلاص اوريدي لما بيحصل اي حريق بيقول لك يا باشا انا عندي حريق في المكان الفلاني، عندي حريق مثلا في الدور السابع في غرفة مثلا غرفة المدير مثلا هنقول ان هو المدير مثلا. يبدأ مثلا اللي هو نظام إطفاء الحريق اللي هو الغمر تقريبا. بيبقى موجود زي رشاش كده في كل غرفة مثلا. الرشاش ده بيبدأ إن هو خلاص يشتغل طالما في حريق واتأكدنا إن في حريق هو بيبدأ إنه يشتغل. دي كانت أولويات بسيطة جدا كده. المفروض يعني إن الناس تكون ملمة بيها. يعني إحنا في مصر عموما يعني بنفتقر إلى حتة أو نظام اللي هو الفاير ألارم والفاير فايتنج. إحنا بنفتقد للاتنين دول. طبعا الأماكن المحترمة جدا زي المولات الكبيرة مثلا وزي المستشفيات وزي الجامعات وزي البنوك، الأماكن اللي هي فيها حاجات حساسة جدا. الأماكن دي مثلا بيبقى فيها زي أحمال حرجة. الأحمال دي إحنا بنسميها كريتيكال لودز مثلا. طيب الكريتيكال لودز دي المفروض إن أنت مش بيفصل عنها الكهرباء خالص
أنا جاي لك في الكلام، يعني هافهمك المقصد من كلامي إيه. مش بيفصل عنها الكهربا خالص على مدار ال24 ساعة في خلال السنة. بمعنى مثلًا إن أنت عندك وليكن أي إدارة، الإدارة دي مثلًا قد تكون إدارة عسكرية أو أي إدارة. آآ يعني المفروض إن بيبقى عندك حاجة مثلًا اسمها سيرفر. السيرفر ده يعني للي ما يعرفوش هو أنت ممكن تتحكم في يعني الحجم بتاعه، وعلى حسب الداتا اللي أنت هتحطها، على حسب يعني كل سيرفر وأكيد بيبقى ليه يعني محتوى خاص بيه. لو أنت مثلًا في منظومة، بس منظومة مثلًا على قدها شوية، ممكن تربط الأجهزة اللي عندك بسيرفر. السيرفر ده بيبقى كيسة كده work station. هي work station ديّة ترجمتها الحرفية كده زي محطة عمل. محطة العمل دي بتبقى كيسة كمبيوتر، إمكانياتها مش بتبقى عالية أوي. أنا معاك إنها مش بتبقى عالية، وفي نفس الوقت إمكانياتها مش بتبقى تعبانة، يعني على حسب ما أنت بتختار. بس دي كيسة متصممة كphysical وتبريد وحاجات زي كده. لأ، هي مصممة إنها تشتغل وقت كبير جدًا، فبالتالي ما ينفعش الحاجات دي أصلًا يفصل عليها الأحمال. وما ينفعش برضه السيرفرات ديّة لازم الأوضة اللي تكون موجودة فيها يكون في تكييفات. يعني الناس بتوع اتصالات وكهربا والمهندسين دول هيفهموني من الحتة دي. يعني في غرف كده زي غرف ركات كده، الركات دي بتسخن. الركات دي عشان ما تشغّلش فيها تكييف آآ بتبقى مصيبة. يعني أنا شغّال في المجال وباقول لك، يعني باقول لك أنا بيبقى عندي مثلًا لوحات fire alarm، وبيبقى مثلًا عندنا لوحات صغيرة تبع الميكانيكا برضه، دي لازم يكون التكييف شغّال فيها solid. ممكن لوحة تكون سخنت، power supply حصل فيه أي short أي حاجة، ممكن يكون ده عمل حريق. فإحنا لازم نبُص للنقطة دي. آآ يعني الحاجات دي كلّها مهمة، الحاجات دي كلّها بتأدي إلى كوارث. يعني مش عايزين إن إحنا ندّيها إهمال. لأ، لو قعدنا نفكّر أصلًا في سبب المشكلة، هتلقى إن سبب المشكلة ده يعني إن المفروض أصلًا يعني الfire alarm ده في مكان محترم زي السنترال ده، بيبقى معمول له نظام fire alarm محترم، ويبقى معمول مثلًا غرفة. الغرفة دي المفروض إن يبقى فيها واحد خاص بالfire alarm، وحد فني كمان خاص بالfire fighting. بمعنى إن يحصل حريق، أنا كمهندس fire alarm أو أنا كفني fire alarm أبقى فاهم جدًا الحريق ده حصل فين. يعني أنا شغلي كfire alarm المفروض بابقى قاعد على حاجة كده اسمها الجرافيك. الجرافيك ده زي كده اللي هو زي ماسح كده أو كاشف كده للمكان كله اللي أنا موجود فيه. يحصل أي حريقة أو أنا حسيت بأي دخان، تبدأ السيران تشتغل معايا، يبدأ يدّيني رسالة على الجرافيك أو على جهاز الكمبيوتر اللي أنا قاعد عليه ده. الرسالة دي بتقول لي يا يوسف في مثلًا حريق في الدور السابع، تمام، في غرفة المدير مثلًا. أبعت أنا مثلًا بتاع الfire fighting أو الإطفا يبُص يشوف الدنيا. ده مثلًا حد كان بيعمل شاي مثلًا والغلاية أو البويلر مثلًا طلّع دخان، حد كان بيشرب سجاير، حصل أي حاجة. فأنت بتلحق الموضوع من أوله، يعني بتلحق الموضوع قبل ما يحصل. يعني لازم إن إحنا نبقوا فاهمين النُقط دي. أنا أصلًا ما باتكلمش في النُقط دي مش صعبة ولا حاجة. النُقط دي أصلًا يعني بدايات، يعني لو أي مهندس بادئ هيقولها لك، هي مش صعبة. يعني يعني ربنا يتولانا وربنا يستر في الحادث بتاع السنترال ده، ونسأل الله التسهيل ويبطل بقى تتصل على خدمة العملاء، لأن خدمة العملاء هتلاقيها دلوقتي بما فيها الكفاية لو الخط الأرضي عندك شغال. أنا تقريبا شبكة فودافون بس الوحيدة اللي شغالة عندي من الأربع شبكات. كمان النت الأرضي أصلا أنا بسجل الفيديو دلوقتي مش عارف هرفعه إزاي. يعني أنا أصلا النت عمال بيجي ويروح يجي ويروح، إزاي أنا مش عارف. تمام. ده كان فيديو بسيط كده، حبيت إن أنا يعني أقوله للناس اللي هتشوفه وكده. وشكرا ليكم على المشاهدة.